شاهد الأفاضل طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة لحل ظاهرة قطع الأشجار في مديرية سند. جهود لترسيخ القيم السامحة في مديرية العرب. سكان مديرية فرع يقومون بحملات. تأجيل اجتماعين مجلس السلم الإفريقي ومظاهرات قرب القاعدة الفرنسية. زيارة نائب رئيس تايوان إلى أمريكا تثير غضب بكين. والأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 موظفيها في اليمن. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا مسؤول مكتب مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية تسانية سيدة سماريان برهي المجتمع وإدارات الضواحي والقرى لتعزيز دورهم في الحد من ظاهرة قطع الأشجار غير القانونية والتفحيم في المديرية. ووجهت سماريان هذه الدعوة بعد اعتقال 12 شخصا لارتكابهم أنشطة القطع الجائر للأشجار. وقال أن السبب الرئيسي لقطع الأشجار هو للاستخدام المنزلي والتوسع الزراعي وغير ذلك. وتستفحل هذه الظاهرة في ضواحي فانكو وستمو و13 وإنجحا وعد عمر وعلى قدر. ونشد إدارات الضواحي ولجان القرى للتعاون من أجل السيطرة على هذه الأنشطة غير المشروعة وعدم ترك مراقبتها لأعضاء سلطة الغابات والحياة البرية وحدهم. من جانبه حث عضو سلطة الغابات والحياة البرية حوشا يعقوب لإقامة محمية على ضفاف نهر القاش الذي تتواجد فيه الأشجار المستوطنة خاصة أشجار الدوم. عقد اجتماع في مدينة فعبد حول أهمية القيم السامحة عامة وقيم العمل الجماعي والتعاون والتضامن خاصة. ونصح قائد الفرقة العسكرية 30 في الجيش الشعبي العقيد دانييل ولدبيكيل لدى لقاء أصحاب المرافق التجارية والأعيان وسائق السيارات لتقديم مصلحة المجتمع على الربح الآني. كما دعا السائقين إلى العمل وفقا للقانون والامتناع عن الأنشطة غير القانونية. وأوضح بأن وحدات الجيش الشعبي في مديرية فعبت تعمل على بناء سدود صغيرة وتحويل السيول إلى الأراضي الزراعية وبرامج التنمية الأخرى. كما دعا إلى تعزيز الدعم الشعبي في هذه البرامج. وقال مدير مديرية فعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن السكان يعملون جنبا إلى جنب مع الجيش الشعبي للمحافظة على المياه والتربة وإصلاح الطرق الترابية ونظافة البيئة، مؤكدا على مواصلة العمل بقوة. هذا وقد عهد المشاركون ببذل قصارى جهدهم لتشجيع عناصر الجيش الشعبي المنخرطين في أعمال التنمية. يقوم سكان مناطق فرو وقدم وعد عمارو وملكة وعد حبيب ولحزين وأفتا وزولا في مديرية فرو بإقليم شمال البحر الأحمر بحملات تنموية تركز على إصلاح الطرق الترابية وبناء المدرجات والحواجز وإزالة الأشجار القازية. وقام مدير المديرية السيد عثمان عرفة بزيارة مناطق ملكة وعد عمارو وعد حبيب وتفقد العمل الجاري لبناء حواجز لتحويل مجاري نهر يي علي قدي وحداس إلى مزارعهم. كما طلب القادة مساعدة الآليات لضمان فعالية العمل. واطلع السيد عثمان عرفة على البرامج التي يتم تنفيذها في فرو وقدم ولحازين لإصلاح طريق عصب وصوى وإزالة الأشجار الغازية. وقال المشاركون أنهم بدأوا العمل مبكرا لاستخدام المياه وطلبوا من إدارة المديرية تزويدهم بالجدار السلكي. نظمت في مديرية غردات محاضرة للمشاركين في الحملة التنموية الطلابية بالتنسيق مع اتحاد الشباب والطلبة ومكتبي وزارة الصحة والعدل. وأوصى الشاب ياسين علي من مكتب وزارة العدل بالمديرية شباب للتصرف بشكل أخلاقي وتجنب الجرائم والإدمان لتأمين مستقبلهم المشرق. ومن جهته حث الممرض عبد الرحمن سعد عضو المكتب الصحي الطلاب على فهم الغرض من المحاضرات والحملات التي تقام بين الحين والآخر والمشاركة في الوقاية من الأمراض. وقال رئيس الاتحاد في المديرية الشاب ميرون جبرهويت أن الاتحاد يعمل مع مختلف الهيئات الحكومية والجبهة لزيادة وعي الشباب ومعرفتهم. أعرب الطلاب عن رغبتهم في نقل الدروس المستفادة للآخرين مذكرين بضرورة استمرار مثل هذه المحاضرات لما تلعبه من دور كبير في زيادة وعيهم وثقافتهم.
أقيمت مسابقة معلومات تعليمية أكاديمية في مدينة كرن لتشجيع الطلاب المشاركين في الحملة التنموية على اكتساب المعرفة وتنمية الثقة بالنفس. وتم التوضيح في مناسبة الحفل الختامي خلال 4 أغسطس أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو زيادة قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية. شارك في المسابقة طلاب المرحلة الثانوية العاملين في 10 نقاط لتقييم مستوى معرفتهم وتقوية مهاراتهم. وقدمت الجوائز وهي عبارة عن كتب مدرسية للسنوات القادمة للطلاب الذين فازوا في المسابقة. وأشاد مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاء عن ميكائيل بتفاني الطلاب في برنامج التنمية، وذكر بضرورة إجراء مثل هذه الأنشطة في جميع المديريات لأهميتها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. إرجاء اجتماعي المقرر لبحث تعليق عضوية النيجر، وذلك لإجراء المزيد من المشاورات، في حين حذرت روسيا من أن التدخل العسكري في هذا البلد سيزعزع استقرار المنطقة. وقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على لسان المتحدث باسمها أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل في النيجر. وفي العاصمة النيجيرية تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إيكواس. وفي تطور آخر، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري في النيجر أول اجتماع لها أمس برئاسة عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحاكم. سيتوقف السبت ويليام لاي نائب رئيس تايوان المرشح الأول لمنصب الرئيس في انتخابات يناير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في طريقه إلى باراغواي لحضور أداء رئيسها اليمين، وأيضا في طريق العودة، الأمر الذي سيثير غضب الصين. هذا وتقول تايبي وواشنطن أن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هنالك سبب يدعو الصين لاتخاذ إجراءات استفزازية، لكن بكين ردت الغضب على ما تعتبره علامة أخرى على دعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها أرضا صينية. ومن جانبهم يقول مسؤولون تايوانيون أن الصين سوف تستخدم توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل. هذا ولم تقدم تايبي ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة. قالت الأمم المتحدة أن 5 من موظفيها الذين اختطفوا في اليمن قبل 18 شهرا ينعمون بالحرية بعد إطلاق سراحهم من دون الكشف عن هوية الخاطفين. جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قال فيه أن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن المفرج عنهم يتمتعون بصحة جيدة. وأضاف أن الرجال ال5 يعملون في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وفي فبراير 2022 اختطف مسلحون يشتبه في كونهم من تنظيم القاعدة 5 من موظفي الأمم المتحدة في محافظة إبين جنوبي اليمن، حسب ما قال مسؤولون يمنيون لوكالة أسوسييتد بريس في ذلك الوقت. نظرا لأن إسبانيا كانت تختنق تحت موجات الحر ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، فإن الجليد على جبالها يذوب وتؤدي الحرارة الشديدة إلى تسريع اختفاء أكبر نهر جليدي في جبال البرانس. وأظهرت اللقطات التي نشرها باحثون من معهد البيرينيه للإيكولوجيا كيف فقد النهر الجليدي حوالي ثلثي مساحته بين عامي 1981 و2022 وانخفض إلى نصف كيلومتر مربع فقط. كما انخفض متوسط سمك الجليد في النهر الجليدي بحوالي 30 مترا في نفس الفترة. وتسارع الذوبان في عامي 2021 و2022 وكلاهما دافئان بشكل خاص في أسبانيا. ويراقب الباحثون نفس التطور للعام الحالي. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للحد من ظاهرة قطع الأشجار في مديرية تسنيم. جهود لترسيخ القيم السامحة في مديرية فعبد. سكان مديرية فرو يقومون بحملات تنموية.
تأجيل اجتماعين لمجلس السلم الإفريقي ومظاهرات قرب قاعدة فرنسية في نيامي. زيارة نائب رئيس تايوان إلى أمريكا تثير غضب بكين. والأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.